علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بالله عليكم هل سمعتم من قبل عن رجل في التاريخ يقولون عقب اسمه كرم الله وجهه إنه علي الذي لم يسجد لصنم قط، إنه علي الذي لم ينظر إلى عورة قط، إنه علي فارس الفرسان، إنه علي شجيع الشجعان، إنه علي حكيم الحكماء، إنه علي قاضي القضاة، إنه علي إمام الأئمة وأبو الأئمة؟ هل سمعتم يقولون عن سيدنا عمر الإمام عمر، أو سيدنا أبو بكر الإمام أبو بكر، أو سيدنا عثمان الإمام عثمان إنه علي الإمام فقط الذي منحت له هذه الهالة المقدسة التي منحها الله سبحانه وتعالى إلى علي، حتى أن النبي يقول النظر في وجه علي عبادة. إنه علي من أنا بالله عليكم لأحدثكم عن علي. علي يتحدث عن نفسه، يتحدث عنه التاريخ، تتحدث عنه الشجاعة والفصاحة والشعر والقضاء والقوة والأمانة والحكمة. علي الذي كتب العقاد 4 عبقريات: عبقرية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عبقرية علي جد ال3 عبقريات اللي كتبهم العقاد عن عمر وعثمان وأبو بكر. علي يا جماعة، علي الذي لم تعرف الناس قدره. النهاردة هقول لكم ملمح بسيط عن علي بن أبي طالب. ما اقدرش اتكلم واحكي عن علي، ده عايز سنين، ده عايز كتب، ده عايز ايه، ده ما اقدرش اتكلم. مين يقدر يتكلم عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه؟ فملمح بسيط، بعض الاشياء التي تعرفونها عن علي وبعض الاشياء الاخرى التي لا تعرفونها عن علي. اسمع بقلبك وليس اسمع بجوارحك، اسمع بإحساسك عن علي. شوف علي، شوف ملمح. أنا هديك ملمح بسيط عن سيدنا علي بن أبي طالب. علي ولد في جوف الكعبة، وهو أطهر مكان في الأرض، وهو قبلة المسلمين وقبلة المسلمين. علي الهاشمي أبا وأم، الوحيد اللي هاشمي بالأب وبالأم. أبوه أبو طالب، وأمه فاطمة بنت أسد، الاثنين هاشميين. وفاطمة بنت أسد لما ماتت سيدنا النبي نام في قبرها ودفنها بنفسه وقال لها أنت أمي من بعد أمي. فاطمة بنت أسد أم علي أول من أسلمت بعد خديجة. فاطمة بنت أسد أم علي هي التي ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي الذي أول ما دخل جوفه هو ريق رسول الله، فلقد حنكه. علي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته فاطمة بنت أسد وذهبت إلى رسول الله فقال لها ماذا سميتيه؟ قالت حيدرة. قال بل علي. وحنكه رسول الله، أي وضع لسانه في فم علي بن أبي طالب علشان يكون أول شيء دخل في بطن وفي جسد علي هو ريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر. علي أول من أسلم من الفتيان، علي أول من افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه. علي قيل لعمر بن عبد العزيز أنت أزهد الناس؟ قال لا، بل علي هو الإمام أبو الأئمة الحسن والحسين. علي اجتمع به النسب والعصب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر ليتزوج فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، فطلبها من رسول الله فصمت. ثم ذهب عمر بن الخطاب وطلب فاطمة سيدة نساء العالمين من رسول الله فصمت. ثم ذهب عثمان فصمت رسول الله. وبعدين الرسول بنفسه ذهب إلى علي وقال له يا علي تعال عشان تتجوز فاطمة.
علي مكسوف. شوف الحياء، شوف الحياء من الإيمان، مكسوف علشان ما عندوش. فسيدنا النبي حلل له المشكلة، قال له عندك الدرع يا علي، روح بيع الدرع دوياتي، وهو اللي تكمل بيه. علي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر في وجه علي عبادة. علي أحكم الصحابة وأعلم الصحابة وإمام الصحابة بإجماع الصحابة. علي الذي قال: اسألوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماوات. علي الذي قال عنه عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من مجلس ليس فيه أبا الحسن. علي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يا جماعة الناس مش عارفة قيمة سيدنا علي وعظمة سيدنا علي. شوف سيدنا النبي لما يقول لك النظر في وجه علي عبادة، انت عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اعظم من كده؟ علي وشجاعة علي. انظر إلى شجاعة علي. الملائكة كانت تتعجب من شجاعة علي بن أبي طالب. سبحان الله. علي الذي نام في فراش رسول الله، علي الذي من الله عليه إذ انحصرت ذرية رسول الله في علي وفاطمة. شوف العظمة. وانت عايز ايه إجلال أكتر من كده؟ علي. شوف الشجاعة بقى. علي الذي قتل بمفرده نصف المشركين في غزوة بدر. المشركين اللي مات منهم 71 نصفهم قتلهم علي. علي الذي اقتلع باب خيبر ولم يكن يستطع مجموعة من الناس تحريك هذا الباب. علي الذي قتل مرحب اليهودي فارس اليهود. علي الذي خاف المسلمون جميعا من عمرو بن ود العامري الذي كانت قوته كما يقولون ب1000 رجل، ولم يجرؤ ولا مسلم ولا أي حد مهما كان شجاع أن يبرز إلى مبارزة عمرو بن ود العامري. وبرز له علي بن أبي طالب وقال رسول الله: اللهم إنك أوجعتني في حمزة فلا توجعني في علي. فقتل علي بإذن الله هذا الصنديد عمرو بن ود العامري. علي الذي لم يهزم في معركة قط. علي الذي لم يكرر ضربة قط، فإذا ضرب من أعلى قد وإذا ضرب من الجانب قط. علي قوة رهيبة عند سيدنا علي. يقول لك لما كان يمسك حد كده سيدنا علي، يمسك ايده كده، ايده بس يمسكه بقوة، يقول لك يعجز هذا الانسان عن التنفس. شوف القوة. ما احنا قلنا الملائكة بتستعجب من قوة وشجاعة علي. علي يا جماعة، علي هو الذي انزل الهبل، انزل صنم هبل من فوق الكعبة. طبعا انت بتسمع كده تقول لك راح حطه وراح زاحه. صنم هبل ده كان لا يستطيع تحريكه من مكانه 300 واحد. 300 واحد من الناس ما يقدروش يحركوا صنم هبل. علي بوحده هو اللي شال الصنم ده ونزله. علي الذي رفع صخرة تعجز عن تحريكها كتيبة كاملة. علي الشهيد، علي الشهيد، أبو الشهيد الحسين، أبو الشهيد الحسن، علي الإمام، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. علي الإمام، أبو الأئمة، أبو الإمام الحسن وأبو الإمام الحسين. علي. يا ريت يا جماعة نعرف بقدر وقيمة وعظمة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نحب علي ونحب آل البيت ونصلي ونسلم عليهم جميعا كما تعلمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإنهم من محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اكتبوا لنا معلومة تعرفوها عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإيه؟ فشكرا.